سلام، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا مناح. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم حبيت اطلع عليكم بوصفة جديدة، ما أنا جديدة بس دايما بستعملها. اليوم حبيت شاركها بالفيديو، كتير حلوة. هي أجنحة الدجاج طبعا بالفرن. طعمتها ما شاء الله عليها بتجنن، سريعة وما تاخد منا وقت كتير. بس هون حبيت بس أعمل فنجان قهوة. طبعا ما يحلى صباحي إلا فنجان قهوة يكون على كيف كيفي هيك. يعني دولة قهوة كلها بشربها صراحة. ما فيني يعني مثلا ما ضل بدون قهوة. فيني ما أشرب شاي بس قهوة لا. طبعا أنا آسفة على الإزعاج، صوت أشغال بالبيت صراحة من الصبح لليل. فما عندي وقت، يعني مثلا يكونوا هن في ما موجودين مشان أنا أعمل تسجيل للأسف. فبيتأخروا يعني وقت متأخر، بيضلوا وقت متأخر بالليل. فصراحة ما فيني أصور بالليل، يعني بكون تعبانة ولا مثلا نعسانة بدي انام، لأنه طبعا بتعرفوا إنه في بكير. فحبيت هيك اشرب لي هالقهوة الطيبة اللي ما فيني أعيش بلاها. بس شربتها. طبعا شمعتي اللي مثلا إلها تقريبا أكتر من شهر ونص، شهرين، وهي عندي. طبعا بس أخليها هيك تفحفح البيت بريحتها. ريحة الشمعة العطرية هاي كتير حلوة، كأنها ريحة جوز الهند. بتدي طعمتها على هيك، يعني مو طعمها، ريحة. فحلوة كتير، بحب أشرب القهوة على ريحتها. وكمان بقرا كتابي طبعا. هلا أنا فت النص كتاب. آه، عجبتني الرواية، بس صراحة مو هالقد قد، بس حلوة بتسلى فيها. بس خلص كتاب هديك الرواية فيني إن شاء الله يا ربي إذا الله راد اشتري كتاب كمان. أنا من عشاق الكتب والروايات والقصص، بحب أقرأ كتير كتير كتير. صراحة ما عندي مكتبة مشان مثلا نحط كتبي فيها. في كتب صراحة بحطهم بالكراتين، وفي كتب بحطهم هيك مثلا على الطاولة أو هيك شي. بس صراحة بس يسهلي اشتري مكتبة أكيد ما راح أقصر. صراحة كانت عندي مكتبة، بس طبعا بيوت الأجار ما بيخلوك مثلا تكوني هيك، ما بيخلوكي يعني تضلي يعني أغراضك جداد دايما. كل مرة من نقلة لنقلة بصير أغراضك كلهم صراحة للكب. نرجع لموضوعنا. هون أنا بس كانوا عندي 4 جناحات كبار ماشي حالهم. طبعا قسمتهم للنص، يعني تبع دجاجتين قسمتهم للنص طبعا، وبالسكينة هيك طبعا مغسولين ونضاف وعين الله عليهم. بس حطيتهم سكينة شقيتهم مشان هالصلصة يعني وهالخلطة بتفوت لجوا وبتعطي طعمة خيالية خرافية صراحة. هون حطيت ملح وتوابل الشاورما، طبعا فلفل أسود. فيكن تحطوا توابل اللي بدكن إياه، يعني الإشي اللي بدك إياه حطيه. انتي يعني وطعم تمك طبعا واللي متعود عليه. حطيت كمان زيت. حطيت معجون الطماطم، صلصة الطماطم اللي بتيجي بالعلب طبعا، وشوية مي. صراحة أنا بحب المي بجناحات مشان يتحمروا، كمان صراحة مشان ما تلزق بالبايركس اللي بنحطه فيه. حطيت هالورق طبعا مشان كمان يعني مشان تلزيق ومشان آم، يجي شكلهم هيك حلو. وهون كمان حطيت عصرة ليمون، نص ليمونة. فيكم تحطوا كمان قطرة أو قطرتين من الخل. صراحة ساعات بحط خل وساعات لا، بحط بس عصرة ليمون. شوفولي هالطعم، شوفولي هالشكل،
هاللون، والصلصة اجت طيبة 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 بشكل خرافي صراحة. بحب كتير جناح شو اسمه أجنحة الدجاج، بتكون كتير طعمتها طيبة وهي بالفرن. هون بس يعني بردت شوي أكلناها، ويعني وإجت طعمتها حلو وطيبة. طبعا البطاطا الحلوة كمان كان عندي كذا حبة، غسلتهم وحطيتهم هيك ينسلقوا بس مي وملح، وطعمتها كمان بتجنن بس سخنة، هيك بحبها كلها سخنة. طبعا البطاطا الحلوة كانت زمان يعني ما باكلها، ما بعرف، بحس انه بطاطا وحلوة لا لا. انا بحس البطاطا بس بطاطا خلاص تنقلى بالزيت، مثلا بطاطس محمرة، او مثلا محمرة بالفرن، او مثلا ناكلها يعني هيك مثلا مع الخضر تكون يعني مهروسة وهيك شي. هيك كنت بتخيل بس البطاطا بتكون، بس صراحة بس جربت طعم البطاطا الحلوة، شي خيال. حلوة حلوة، ما تاخد منها وقت كتير، بس تنسلق بتتاكل. فيها فوائد كتير كبيرة، أنا بحبها يعني. صار لي كذا سنة باكلها وصراحة ويعني وغير انها حلوة، مثلا اذا انتي جوعانة وما فيكي مثلا تعملي شي، فهي تصبيرة، وتصبيرة حلوة يعني، نشويات مع الحلاوة، بتقضي الغرض. طبعا بس جليت الجليات، خلصنا واكلنا وجليت الجليات. حبيت بس انه هالخزن اللي بنحط فيهم سرامي، يعني حاشاكن العفو منكن، بس شلتن صراحة عليهم غبرة. هني شكلهم هيك بيبين منظم، ايه منظم، بس اللي كتير يعني ما نظفتن وما مسحتن. هن خزانتين صراحة، هالخزانة لصاحبة البيت يعني، من ضمن أغراض اللي بالبيت، بس أنا حطيت عليها أغراضي اللي بيخصني، والخزانة التانية لا إلي، يعني هاي التانية اللي هلا بتشوفوها هي إلي. صراحة حبيتهم، شكلها بالطول، هاي اللي ما إلي شكلها بالطول هاي، ويعني وبتشيل كتير، مثلا أحدية وهيك شي بتشيل، يعني تخلي شو اسمه الهول يضل دايما مرتب، وما تخلي البيت يكون هيك شكله منظم ومرتب ونظيف، وبيدي منظر حلو كتير صراحة. بس أنا نظفتهم يعني بخرقة بس تكون ناشفة، مشان طبعا الغرض اللي مو إلي ما فيني مثلا بله بمي، بخاف يخرب، وهي أمانة دايما أنا بخاف الغرض اللي مو إلي بخاف عليه صراحة. وأنا كل شيء إلا الأمانة، وكل شيء إلا أغراض الناس. بس الغراض اللي إلي فيني يعني أعمل فيهم شو ما بدي، أنا حرة هي إلي. فهون بس مسحتهم بالناشف، بس شو اسمه هاللون الأبيض اللي أنا شوفوا كمية كثيرة، كأنه ما عم نظف، يعني صراحة كأنه ما عم نظف. هاد اللي ساعات يعني هيك بحتار، بقول يا ربي منين ما عم تفوت الغبرة هالكمية كلها يعني. هدول مناديل مبلولة مبللة يعني، بحبهم. ساعات بحسهم هيك للاستخدام السريع، وبتقضي الغرض صراحة. حبيت امسح كمان اجليها يعني ما نضاف صراحة، فحبيت نظفهم كمان. يعني على طول انا بمسح وبنظف وبشطف هيك، بس الغبرة بتضل يعني بتكون موجودة يوم يومين، بتلاقيها مكومة فوق بعضها. سبحان الله يا ربي منين تجيكي ما بعرف. المهم هون حبيت بس نظف
ورتب وأعطيكم هيك الشكل، وأعطيكم هيك فكرة مثلا إنه مثلا نعمل شكل هيك بسيط على حساب القدرة اللي إلنا. طبعا حبيت هيك حط هالبسكليتة اللي عليها ورد، وحط هالصندوق اللي أنا عملته بإيدي وكشكل. صراحة العلبة السوداء هي معطر طبعا، ومسحت كمان شو اسمه اللوحة التابلو اللي فوق خزانة الأحذية، مسحته كمان ورديته لمكانه صار يلمع. هو كمان ماله يعني ما انه إلي صراحة. هون اجيت للقزامة التانية، هاي صراحة إلي في أغراض ما بعتعزهم. مثلا هالمسك ريحته بتجنن، هو خلص صراحة، بس اشتري منه طبعا راح فحفح البيت فيه، بحبه كتير. حبيت امسح ولما شوفوا كمية غبار صراحة يعني غريب عجيب. يعني انا بس هالخرقة مثلا بللتها بس شوي مو كتير، مشان صراحة الحطب ما يبوظ، يعني هو مو ناقصه ليبوظ صراحة. هون بس مسحتها من جوا ومن برا ونظفتها صارت بتجنن. وحبيت هيك مثلا اعمل ترتيب. ففي مثلا سكربيني ويعني وشحاطة في اشي ما بعتعزن، ف يعني دغري للكب كبيتن. يعني منا منظم ومنا بنظف وبصير كل شي حلو ونظيف. شوفوا لي هاللمعة كيف صار يلمع حلو. حبيت زين من فوق بشي للتوريفال. وهون مزهرية فيها ورد مجفف كان عندي. صراحة ما حبيته كبه، ما بحب كب الورد، فجففته وحطيته بالمزهرية. وهاد ديكور. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، وتعملوا لي لايك واشتراك، وفي وداع الرحمن يا احلى متابعين.